الفاتحة. السلام عليكم. معكم حمزة المغربي أبو الرائد من منبر القدس أحرار. اليوم السبت 16/3/2024. نحن الآن في عطوة جاه المقبلة على آلة إحجازي على أثر حدث السير للراحة ضحية ابنهم ابن 16 الحمد لله بعد على ما أحببنا وكرهنا. ألا إلى الله تصير الأمور، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في الحديث القدسي الشريف: إذا ابتليت عبدي بنفسه أو ماله أو ولده فتلقاها بصبر جميل إلا استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: جف القلم بما أنت لاقي يا أبا هريرة، وقد فرغ من القضاء وكتبت المقادير ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد دخل على ولده إبراهيم وهو يجود بنفسه فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا أمير حجازي لمحزونون. أطفال المسلمين أحباب الله، أمير منهم يؤتى بهم يوم عرض الخلائق على الله، فيقول ربنا تبارك وتعالى: خذوا هؤلاء إلى الجنة. وعند أبواب الجنة تتلقاهم الملائكة وتقول لهم: مرحبا بأطفال المسلمين، مرحبا بدرار المسلمين، ادخلوا الجنة لا حساب عليكم. فيقولون: وأين آباؤنا؟ أين أمهاتنا؟ فيمتنعون عن دخول الجنة ويتدافعون على أبوابها ويضجون ضجة في تظاهرة. يسأل ربنا تبارك الملائكة وهو أعلم فيقول: ما هذا؟ فيقال: أطفال المسلمين يمتنعون عن دخول الجنة إلا بمعية آبائهم وأمهاتهم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: تخللوا الجنة وخذوا بيد آبائهم وأمهاتهم وادخلوهم الجنة. وروي أن صحابي كان يجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان له ابن يجلس من أمامه عن يمينه عن شماله، ففقده الرسول عليه الصلاة والسلام. ففقده الرسول وكان من عادته أن يسأل عن أصحابه، فقيل له: ولده الذي رأيته قد مات. فلقيه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. فقال له الرسول عليه السلام: أن تحب أن تمتع به نفسك بقية عمرك، أو أن تجده على أبواب الجنة 8 يسبقك إليها فيفتحها لك؟ قال: بل يسبقني على أبواب الجنة 8 فيفتحها لي، فهو أحب إلي يا رسول الله. فقال رجل من المسلمين: أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. نعزي عائلة حجاز الكريم، عائلة بحجم الوطن. وأنا دائما أستحضر علاقتي مع أخي أبو عادل كل مشوار إلى المسجد الأقصى. وأخونا أبو همام قائد بحجم الوطن، جزاه الله خير، تعب معي 3 أشهر، تعب معي. بدأنا من نقطة الصفر في قضية القتل، وكان هو أكثر تميز، أكثر إشي بيعلم الجهة المقبلة إنه الجهة المستقبلة تقول كلفوني ب1 2 3. لا، كان متميز وأخذنا بالاتجاه الصحيح. ومن نقطة الصفر قال لي: اتق الله يا شيخ عبد الله. والأحداث أنتم تابعتوها طبعا، جريمة القتل استنكر، وكما قضية الحرق وفورة الدم، هذا أمر مرفوض وإن كان حصل بعد 8 أيام. وحبلت أنا أسجل هذا الموقف المتميز وأبدأ. وأكيد أنا تواصلت مع أخي أبو همام وقال إنه الموقف اللي لازم أسمعه سمعته منه، الله يجزيه الخير، لأنه إحنا شرعا نرفض فورة الدم ونرفض الأخذ بالثار ونرفض الحرق مع كل العائلات. هذا ميثاق شرف وقعنا، وهذا التزام ديني وأخلاقي. احنا يا أخواننا من ظلمات السجن
منذ مات الزنزانة تواصلت مرة مع أخي أبو همام في قضية مقتل ابن إلنا مع دار البياع، وذكرني إنه على زمان الرسول عليه السلام قتل رجل، فالرسول عليه السلام أخذ القاتل ودفعه لولي دم للمقتول. قال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله، يا رسول الله ما أردت قتله. فقال الرسول عليه السلام لولي الدم: إن كان صادقا فقتلته أدخلك الله النار، فعفى عنه. احنا بنعرف الحدث اللي حصل، وحدث بدأ من بدايته ومرفق حتى نهايته. الحدث لو كان احنا تعظيم لهذا الشهر ما حصل لا حصل. احنا بس بنحتاج الى الصبر. الصبر كلمة جليلة عظيمة وردت بالقرآن الكريم في أكثر من 90 موضع. والصبر قال العلماء حبس النفس عن التوجع، وحبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. أما المشكلة احنا لما بقول الأب بشكل عام لو ابنائه إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وده كله اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيه، ولما بعيد ميلاده ياخذ له قطعة سلاح ويقول له قديش عندنا حب رصاص عشان بده يشتل لحبيبه ولجاره. والرسول عليه السلام بقول عن أي حي برئت منهم ذمة الله إذا نام في الحي واحد جائع. فأنت بدك تعرف إنه في الحديث أول خصمان يوم القيامة جاران. والرسول عليه السلام قال: والله لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. والصحابة بيقولوا: خاب وخسر. مين يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه شروره أذاه. دائما بدك تعرف إذا أنت من أهل الجنة شو جيرانك بيقولوا عنك. هذا المقياس. إذا أنت تعبان وقلقان وبدك تعرف ميزان رضا الرب عليك، اعرف شو جيرانك بيقولوا. ما من ميت يموت فيشهد له جيرانه بخير فقد وجبت له يعني الجنة. في حديث آخر: يشهد له 4 من جيرانه فقد وجبت، يعني يا على الجنة يا على النار. وكأنه ميزان إحسانك عند الله تعالى بمقدار رضا جارك عليك. القدس وزعت أمير حجازي، وكل المقدسيين بيحتاجوا إلى مزيد من التضامن. مجتمع مقدسي متماسك يواجه الظروف اللي احنا بنعيشها والاوضاع اللي بنشاهدها يوم. احنا يا اخواننا بنشاهد 150 شخص استشهدوا، بنشاهد نسائنا، بنشاهد اطفالنا. رحمة باطفالنا، رحمة باطفالنا. قال الرسول عليه السلام كلمات: سابك احد، شاتمك احد، قاتلك احد، قول اني صائم مرة واحدة، ما تقولوش واصلة لهون واصلة لهون. مش شايف الفضاء؟ لما بيجي بقول لك ممنوع تدخل الاقصى وعامل حالك يا شيخ عبد الله كبير بلاد تسحب حالك وبتمشي، بس واحد يحكي معاك بتفرض عضلاتك. احنا بنحتاج في هذا الشهر هذه الساعات لرحمة. اوله رحمة، واوسط مغفرة، واخر عتق من النار. عائلة حجازي واخي ابو عادل جد الولد صديقي من زمن، واخي ابو همام، لو انا ليل نهار اقبل راسه اقبل ايده ما وفيته حقه 3 اشهر. كنا متفقين ورجال الاصلاح عمرهم ما اجتمعوا الا على صلاح قلوبهم. وانا كان يذكرني يقول لي: اتق الله يا شيخ عبد الله. هذه الكلمه كانت تقع في موقعها. وقلت انه سيدنا عمرو بن عبد العزيز قال له مستشار مؤتمن اسمه عمرو بن الجموع ابن حرام، كان هذا المستشار المؤتمن يقول له سيدنا عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثوبي وقل لي: اتق الله يا عمر إنك سوف تموت. اتق الله يا شيخ عبد الله، اتق الله يا أبو عمام، اتقوا الله يا جموع رجالات الإصلاح. إن شاء الله إنه بكون مخرجنا ما عمره لا جهة بتقبل ولا بتستقبل بيختلفوا. قال الرسول عليه السلام: ستكون فتن بعدي. قال الإمام علي كرم الله: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وأمثالنا وفخرنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، اللهم ابدله أهلا غيرا من أهله. اللهم لا تفتنا بعده،
ولا تحرمنا أجره. خير الدعاء يا أخواننا في الحديث الحمد لله. الحمد لله، إنا لله، قال لازم يكون في ورد إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة إذا فهم العبد معناها وعمل بمقتضاها هانت عليه مصائب الدنيا قاطبة. إنا لله أي أن الإنسان نفسه وماله وولده ملك لله تبارك وتعالى، فإذا أخذ الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك إنما أخذ أمانته وأخذ وديعته. وإنا إليه راجعون أي أن الإنسان عاجلا أم آجلا سيترك الدنيا وراء ظهره وسيأتي يوم القيامة بلا عشيرة وبلا قبيلة، ولكنه سيأتي بالحسنات أو السيئات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحمام الحجازي المتكلم باسم آل الحجازي من كبار أهلا وسهلا فيكم وأنتم جيران في الأقصى. فلسطين وفي القدس أيضا. أهلا وسهلا فيكم وأنتم في أرض الرباط. وكبير عائلتها. أهلا وسهلا فيكم وأنتم تحت بوابة السماء. إحنا مش راح نتخطى العرف أخوي أبو حسن. اتفضل في إيش جاي وأهلا وسهلا فيك. كل إنسان بخاف الله بيعرف إنه اللي حصل مش حادث طرق عابر طريق، كان له مقدمة وحصل اللي احنا شاهدناه. واحنا قلنا باجتهادنا احنا بنعرف انه لو كان السائق بده يعني يعمل جريمة قتل كان ممكن يقتل الشخص اللي ضربه في ايده سكينة وفي السبب 18 غرزة. على كل الاحوال احنا حتى نطلع من الحرج لانه احنا ما بندخل في سجال، اللي احنا بنعمله وفي كل قضية بنقول ايش الشرع بسميها. احنا بالنسبة لنا جاهزين، احنا مش محامين، واحنا بنعرف انه فقدان الولد مصيبة كبيرة وفاجعة كبرى. لو كان حدث طرق بريء كان بكون بشارع صلاح الدين وكذا. حصل فيه مقدمات وترتب عليه الحادث اللي احنا شفناه على مواقع التواصل. هذا الحادث ما بقدر انا اغيب اي اشي منه، سواء انا كنت السلوادي او حجازي او الجهه المقبله والمستقبله، لانه موثق ايش بحمل الشرع هذا الحادث وبسميه احنا بنرضى فيه. احنا لانه فريق واحد، وانا وابو همام متفقين انه الرسول عليه السلام بيقول القضاة ثلاث، اثنين في النار واحد بالجنه. اللي بالجنه قاضي عرف الحق فقضى به. احنا كنا مش راح ندخل النار لا عشان علقم ولا عشان محمد علي ولا عشان حجازي ولا عشان سلوادي. اللي بصنع التسمية مش انا، كتاب الله ايش بسميها. ودائما انا واخوي ابو همام حبيبي وتاج راسي عمرنا ما اختلفنا، واخوي ابو العبد ما مشينا ضرب كثير ورحنا تشاورنا، دائما ما اختلفنا، كنا شركاء، لانه احنا هجرتنا لا قبضي لا من هان ولا من غاد. والله يجزيه الخير ترك وقت كثير وروح معانا على ابو نظمي مره ومرات، وروح معانا على حج داوود الزير، وظلوا على تواصل معانا. احنا بالنسبه لنا اكيد مش رح نختلف، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان تعدل بين اثنين صدقه. لا كلمه بتنجيك من عذاب الله وكلمه بتدخلك في عذاب الله. احنا بالنسبه لنا يا عم اخونا ما هو المشهد واضح، لا قال الراوي ولا قال فلان، هاي موثق. وايش بحمل الشرع بحمل. طبعا هو مش حادث طرق بريء، لا، لانه في له مقدمات، واحنا بالنسبه لنا جاهزين. ايش بترتب احنا ما بنخرج عن الخط، احنا بمعيتك، انت القائد تبعنا. احنا الرسول عليه السلام قال عنك وعن امثالك ان فيها ملك عادل، روحوا على الحبشه ان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد. انت اللي بتقرروا انت وابو نظمي، غير بالنسبه لنا قرارك ملزم انت. والصلاه على النبي افضل. ما بدي اسجل كثير لانه انا بحب نجمع ونقصر خاصه في رمضان. السلام عليكم. أخوي أبو الحسن والحكي للجميع أهلا وسهلا فيكم. أعطيني برنامج واضح وأنا أعد لك على الثلاثة. أعد لك عرف وعادة، وأعد لك شرع، وأعد لك قانون. اختار اللي بدك إياه وحياك الله. على الشرع كثير منيح. الشرع الشرع
اعطيني 3 شغلات. اعطيني ال1000 دينار، واعطيني 10 للمجرفه، واعطيني لباس الثوب، واعطيني 150,000 دينار، وبدلت بالشرع وحياك الله. هلا انا بدي اعطيك ال1000 دينار واللي طلبته خطوه خطوه علي، لانه والله يعني ما بقدر لك. هلا انا دخلت بال 63 سنه، لسه شاب انت يا عم ابو عمان. الله يرضى عليك. هي 1000 1000 دينار عمي ابو 4 مرات شو مالك يا ابو عمان؟ عطيه قول اخونا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخوكم العبد الفقير أحمد محمود بن أبو يحيى من قرية صور باهر. الفضل لله أن شرفنا الله في آخر الشهور، يعني استشهد لي إخواني 2 من قرية صور باهر باسم القدس كلها، ليس باسم صور باهر وإنما باسم القدس كلها. حياكم الله جميعا. هي احنا الخطوه الاولى عم ابو همام، هي ال1000 دينار، وهي فراش العطوه. هذا اعطيه لابو همام. هي لباس الثوب، وهي فراش العطوه، واحنا جايين ننفذ طلباتك، بدناش نناقشك يا عم ابو همام. يعني انا دائما متعاطف معاك ومع الجهه اللي كانت تيجي. يعني قلت لك زي ما بستقبلكم استقبلون. يا رب ما زدنا ولا نقص. يا رب. طبعا يا اخوان الحادث ان شاء الله ما زدنا ولا نقص. عمي يا ابو همام، احنا بنعرف اللي حصل، مش رح نناقش كثير. انت وابو نظمي موقع ثقه لنا، وانت وان كنت كبير عائلة حجازي، لكن انت قائد بحجم الوطن. بنشوفك بالخليل، وبنشوفك في المخيم، وبنشوفك بالقدس، والله تعالى حباك في هذه المكانة. فانت بتعيش زي ما عاش الشيخ عبد الله. قلت اذا انا كنت كبير الثولة، انا عنوان للمنطقة، ما تخليتش على واجباتي جهة البلد ولا جهة المنطقة. انت عنوان. احنا باختصار كلمتين، نرضى امانتك، بنوقع لك انك انت القرار اللي بتصدره انت وابو نظمي احنا رح نعتمده، مش رح يكون ثالث، لانك انت موقع ثقه، واحكم الناس الذي يحكم لنفسه كما يحكم للناس، واحنا على ثقه. الله تعالى حباك وميزك بهذه الصفه حتى انت تنظر لكل المجتمع المقدسي وكل ابناء شعبك كأب للجميع، وما تسقط هذه الرايه اللي الله تعالى رفع مكانتك ورفع منزلتك ورفع قدرك. واحنا بالنسبه لي والله انا يعني ما بدي اسوق هذا الموقف، لكن انت سمعت قدام جماعتي قلت لو كان القرار والبدايه مع ابو همام اللي كان متقدم شوي عن الجهه، كان ما صارتش الاحداث المؤسفه، كان ارتحنا. فانا جاي زي ما انت كنت تجتهد تريحنا، انا جاي اجتهد اريحك يا عم ابو همام. كلمتين، تعطيني ورقه فاضيه ووقع لك عليها انت وابو نظمي، القرار اللي بتطلع فيه راح انا انفذه باختصار. طبعا هو بشهاده طرق لانه صار له امتدادات، لكن القرار اللي بيصدر عندك مش راح اعلق عليه، والله لا انه اعلق عليه. ابو الحسن عشان الناس صايمه، عشان الناس صايمه ابو الحسن، قديش بدك العطوه تقعد؟ بدك تقعد ساعه بقعد لك، بدك تقعد 10 قاعد لك. اسمعني، اذا كان بدنا نخش بالسين جيم مع بعضينا بنخلصش. انا كلامي واضح، ان كان بدك العطوه شرعيه مش عندي مشكله، ماشي. العطوه الشرعيه انا بحكي قبل ما اكد على لباس الثوب اخونا وحبيبنا يحيى، ماشي، عشان نثبت للجميع انه هذا العطو او هذا الحادث القتل اللي صار هو شبه عمد واقرب للعمد، هو شبه عمد واقرب للعمد. ليش؟ عشان هو طلع في السيارة 10 متر ورجع 20 متر، فهون صارت الشغلة مؤكدة. واهلا وسهلا فيكم. اعطيني يا ابو الحسن لباس الثوب. عارف ايش بنحكي؟ بنحكي قاعدين على دية كاملة، ماشي، قوامها ممكن يوصل 225,000 دينار. فهمنيها انت قد الحمل ما بعرفكش يا سيدي. احنا ان شاء الله بتعتبرنا جمل بارخ، وانت بتحمل عليه، واحنا على قد الحمل ان شاء الله. حياك الله. على حياك ما الله. تتفق عليه الجاهه في باب شرع الله
فيما قال الله وقال رسول الله، على ما يتفق عليه القاضي الشرعي اللي بيطلع القضاء، بارك الله، مش الجهة خلص علمها. على ما يقول عليه القاضي الشرعي. القاضي الشرعي بقول احمر بيدفع احمر. منيح، خلصنا. ابو الحسن اعطيني كمان 10,000 دينار للمجركه، واعطيني 151,000 دينار وحياك الله. 150. رايحين على الشرح. عم ابو همام، انا اخذت منك غير فراش العطوه والمبلغ اللي اخذته تحت ملحوقات ومراسيم، لما انت اجيت علي والقتل كان واضح وانكار وكذا في كل توابه، اخذت اشي بسموه تحت مصاريف دفن، ولا اخذت المبلغين الفراش العطوه والمبلغ اللي انا دفعته في قضيه قتل انت بتعرف خطورتها وانكارها وكذا وكذا. طبعا احنا بدنا ندفع، ما هو هذا كله ملحوق، واتفقنا احنا وياك على الشر. ايش الشر بيطلع؟ كله ملحوق. 100,000 بدنا دفعنا اليوم 50، بضل 50، دفعنا 80، بضل 20، يعني بدناش نختلف يا عم ابو همام. انا معك ولا جاي ناقشك ولا جاي اتعبك. ابو الحسن، اذا هذا مش من العرف والشرع بنزيحه. واضح الكلام. إذا هذا مش من العرف ومن الشرع منزعه، ماشي؟ هاي ختيارية موجودين من كل البلاد. أنا عمري أخذت منك غير المبلغ اللي باخذه من الدية. أقول لك أبو الحسن أمانة، بزعلش. خليك معي. إذا طالما أنك أنت اللي بتحكي، ماشي؟ أعطيني 150,000 دينار وبتشحن بال 10,000 دينار، لأنك أنت بتاخذ 150. طيب اقعد حبيبي أنت يا عم أبو همام. أنا وعدتك وكان أبو العبد قاعد وأبو نظمي، قلت لك والله ال 150 على اثر الحرق اللي حصل كثير، بس والله قلت لك وحلفت يمين قدام ابو العبد وانت ابو نظمي، الا 150,000 دينار المبلغ اللي اندفع اسكر عليها انا، وهذا قتل. هلا انت بتيجي الطيب تبع محمد علي قبل الطيب تاع امير حجازي، اللي باخذه منك من غاد خذه انت مني منهن، مع كل الامور اللي انت بتاخذ. خلي كلامك على الميكروفون ابو الهمام. ابو الحسن، عشان احنا ما نهز الوراء مع بعضينا، القضية اللي كانت عندك كانت قضية متهم، ماشي؟ ولا فيها سبق اصرار ولا فيها شبه عمد ولا فيها اي نوع من الانواع، هي قضيه متهم وما زالت لليوم حتى يتبين بعد يوم بعد ثاني بعد كل هذا. واخذت ال 150,000 دينار، انا بعاملك بالمثل، ماشي؟ لو كان واحد ثاني ماخذ 200 بتاخذ منه 200، بس عشان ما تدقش الامور بينه وبينك، اعطيني ال 150,000 مش 149,900. واهلا وسهلا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. عليه الرد. الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوب المؤمنين بفضله ونزع الغل والحسد بجوده ورحمته، والصلاة والسلام على نبيه أطر الناس قلبا وأحسنهم خلقا. أبو همام والجميع أهلا وسهلا فيكم، وأنتم رحبتوا فينا أحسن ترحيب واستقبلتونا أحسن استقبال. ال 150 حق، وهذا سبر مشى في القدس كل ماشي عليه، ودم المسلم كله دم واحد. احنا بتقبل المعانا والباقي بتكفلنا عليه لفتره لحديث صدور الشرع يا ابو همام، وحياك الله في اللي بدك اياه، وهذا عوايد بتجرى. صلى على النبي. 149 و900 بنحطه، ولما يصدر قرار الشرع شو بيطلع لك عندي انا، ماشي؟ بدي ارجع لك شو بيطلع عليك وتهلب بس توبه. هذا العرف اللي موجود، واهلا وسهلا فيكم. وما نخوض كثير بترجاكم، يعني مش راح اغير بدر، تعرف خط مستقيم برضه حياك الله. طلبك حق واللي طلبته قليل على اللي صار على الحدث، لان الحدث جلل والحدث كثير ابو عمان، وهذا عرف وهذا شرع. لكن احنا اليوم حسب المتبع ما بيناتنا بتقبل اللي معانا وبتكفلنا على الباقي خلال هذه الفتره نكمل لك اياه، وهذا اللي جرى بيننا وياك. حياك الله. معلش السلام عليكم، اسمحوا لي. حبيبنا سلطان، بس عشان في لغه مشتركه
بين الناس اللي قاعدوا بالصف الاول اخونا ابو هناء. السلام عليكم. اللغه المشتركه. السلام عليكم ورحمه الله. اخونا وحبيبنا، بدايه انا اعتذر لما تكلمت ما بدات في الامر باني اعزي اخواني ال حجازي، فانا اعزيكم باشد الكلمات على المصاب الجلل، فوالله ما في شيء اعظم من فقدان الولد. اخواننا واحبابنا، احنا اليوم جايينكم ورفعنا شعار من اول دقيقة، ولا اظن ان من فينا او من بيننا من يرفض ان يقول وان يكون تحت ما قال الله وقال رسوله. احنا يا اخواننا آل حجازي، اخونا يا ابو همام ومن جلس يمينك ويسارك من الافاضل، جئناكم اليوم حتى نحق الحق بما قال الله وقال رسول الله. احنا جايين نبحث في تفاصيل ولا نبحث في احداث ولا نقول هذا ميزان وهذا ميزان. احنا جايين نقول احنا واياكم لما قال الله وقال رسول الله. والله اذا ما قال الله وقال رسول الله بعطيك قتل عمد لا تاخذ قتل عمد، واذا قال ما قال الله وقال رسول الله بعطيك شبه عمد لا تاخذ شبه عمد. ولكن احنا حتى تكون الامور، الله الف صلاه على رسول الله. لا ابدا وكله. انت بتقعد مبلم ما بتتكلم، انت لباس ثوب. لا يا اخي طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك. لباس الثوب لباس الثوب يا اخي يا ابو همام، يا اخي يا ابو همام، انت سين من انت الاجاويد، انت سين طول بالك، انت نسيت ما تدرس الناس. لباس الثوب انسان مطلوب وبيتكلم. ابو همام برضه من واجب لباس ثوب لما بده يلبس بده يعرف على شو لبس الثوب، صلاه على النبي. والزلمه كنا احنا معاه وزلمه غانم وزلمه محترم وحب يوضح نقطه معينه. فاحنا يا سيدي زي ما تفضلنا اللي معانا بتاخذوا والباقي ان شاء الله شو حكم شرع احنا جاهزين فيه. الكلام انتهى. اللي بضل تقفل علينا وقت. مساء الخير. مساء الخير للجميع. مساء الخير للجميع. يا حجازي يا حجازي يا نسيبنا، انا شايف انت وعبد الله علكم بدكم تعملوا شيء جديد، مع احترامي للجميع. يا عمي اسمعوا لي، اللغه انت حكيت كلمه كنت لغه بينك وبين عبد الله، احنا اللغه هذه حطوها على شكه. احنا جايين ناخذ عطوه على الشرع، عطوه على الشرع، والشرع لا بتكون 150 بتكون 9 دينار، ولا هو عبد الله بيقول يلبس كل الجاهه، مع احترامي للجميع. اللي معانا بتاخذوا، حكم بق 100 بتاخذ 100، حكم 1000 تاخذوا. الله يخليكم، الله يرحم والديكم. انا فهمت يا عمي، انا فهمت شو حكى هذا صاحبي صديقي، فهمت شو هات المصاري اللي معك يا عمي. اسمعوا لي، الله يرحم والديكم، الله يرحم والدك يا محمد، الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم. خذ ال1000 دينار، الله يرحم والدك، يرحم والدك. هذه المصاري، استنى يا زلمه. الكلام اللي انت منفول تحكي فيه، ايش معي بهذه اللغه؟ انه الكلام اللي قلته قديش معاهم، بعدين لما يطلع قضاء الشرع فهمت علي؟ هذا الكلام منفول بيمشيش معي. انا بقول لك سويت نفسي، لو سمحت يابا انت لك حق. اسمح لي سويت نفسي بالناس، لازم ولا طلعت. لا انت مدلل، بس انت اللي بتقول سويت نفسي، لا تقول ولا انت مدلل، لكن بتقول اللغه بيني وبينك وبين عبد الله. شو اللغه اللي بينك وبين عبد الله؟ لا يجوز. انا مش عشاير، انا عشاير.
اسمحوا لي بعد طبعا في نقطة مش واضحة، حتى الشارع مش واضح النقطة اللي طرحوها انه هي لازم يعني بناء على طرح لباس الثوب انه بده يطرحها اللي هو الاحتكام لشرع الله من الجلدة للجلدة، يعني حتى بالحادث وتسبب الحادث وليش صار هيك والحرق اللي صار من بيوت ومنازل وسيارات. اسمحوا لي انا اللي بيعرفنيش، انا محمد عايد ابو عبد الله، احد عبيد الله الفقراء اللي بيدرسوا بالاقصى، والاقصى تاج روسنا، وان شاء الله ربنا يسهل امورنا وفينا ما يكفينا يا احبائي. يعني احنا كل يوم بيصعدوا منا شهداء الى الجنان ان شاء الله كثر، واعداء الله مش راحمينا في هذه الارض المباركه. ويعني درسنا في المساجد في اول رمضان حسين يا جماعه الخير، في رمضان ربنا سبحانه وتعالى امر ملائكته كما اخبرنا النبي تصفد الشياطين وتلقى في اعماق البحار، ولكن بنلاحظ انه في رمضان بيزيد المشاكل، علما انه الشياطين مصفدين. اذا شو اللي بيكون؟ انه الانس، شياطين الانس احيانا بيكونوا اصعب، مع انه الاصل انه الصوم يعني يهدئ النفوس وينظم الخلق ويرتب السلوك ونكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولكن النفس احيانا والانفعال يعني بيوصلنا الى ما لا يحمد. لكن حصل ما حصل، واحنا ربنا ميزنا في هذه الارض المباركه، احنا اهل الاقصى يا ناس، ونرجو الله ان يحفظه وأن يحميه وأن يحمي قدسنا وأن يحفظنا وأن يعجل بتحريرنا حتى تهدى أمورنا أكثر. أخوي أبو الهمام ورفاقه جمعه، ربنا سبحانه وتعالى بقول بدون هذا الكلام مش ممكن تنحل أمورنا إن لم نسر على طريق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شرع ربنا ودين ربنا هو اللي فيه النجاة وفيه الخير وفيه الفوز، والدنيا منتهية سنرحل منها في لحظة من لحظات. الآن كمان مرة أنا بضيف لأخوي عبد الله والناس اللي تحدثوا، أحب التعازي لكم. فقدان الابن مؤلم، ولكن هناك فرق بين ما يكون أمر حصلت خلاف وانت يعني مش ما قاصدين دار سلوادي يقتلوا لا سمح الله، ولا حصل اللي حصل وحدث اللي حدث، ونرجو الله انه يرحم الفقيد اللي هو امير ويكون ذخرا لوالديه ان شاء الله، ويعوضهم ربنا خيرا، والحق اللي إلهم بشرع ربنا الجاه جاي يتقدموا بما يرضي ربنا للأطراف كلها. حصل اللي حصل، والقاضي اللي زي ما تفضلتوا اتفقتوا انه يحكم الامر بشرع الله. مين بده يحكم؟ قاضي بدين الله يحكم. فشو بحكم القاضي؟ بده يتنفذ على الاطراف جميعها. والان الموضوع موضوع قاضي، شو اللي برضيكم انتوا واحنا الان في حاله يعني جبرة خاطر للحدث اللي حدث وجا خاطركم على روسنا وعينينا. في معنى امر الاصل كمان مره انه القاضي اللي بده يقضي في الامر كله، حدث فعل وردة فعل ردة فعل، فالامر حتى يكون العدل يتحقق عدل ربنا في هذه الحادثه. ونحن في قدسنا في بيت المقدس، شو بحكم القاضي الشرعي اللي يتفق عليه يتنفذ. الان شو بطيب خاطركم يا ابو الهمام؟ احنا جاهزين في معنى ما يرضيكم ويكمل الامر. تزعلش مني عم ابو محمد، وانت ابونا واخونا الكبير، بس لما انا قلت في لغه مشتركه بين الصف الاول والصف الثاني، قلت لابن عمي واخوي وحبيبنا وكبيرنا ابو سلطان، ابو محمد بحكي معك بقول لك عشان احتراما، انا بسرش افشق في الكلام واحكي كلام مش مظبوط، ماشي؟ ما فيش لغه بينه وبين عبد الله علقم، ماشي؟ هي لغه موحده بيننا على طرف، ماشي؟ بقول لابن عمي حكى بده يحكي، قلت له في لغه مشتركه بين الصف الاول، ماشي؟ ممنوع حدا يتجوزها، لانه اللي بيجي من برا فهمت علي زي اللي بيجي بخربشها. فقلت له ابن عمي بعتذر منك استريح، ماشي؟ انا برجع لكلامك يا خالنا، انا برجع لكلامك.
لما اجى اخونا ابو الحسن اخذ الرفعه عرفنا انه هو العنوان. ابو الحسن لما يستقبل اللي بياخذ 150,000 بخاطرك غصبا عنك بدك تحط ال 150,000 ماشي؟ حق مش حق بدك تحط ال 150,000 عطوة متهم عطوة قبل ما صار بدك تحط ال 150,000. فبالتالي لما مسك الميكروفون ابو الحسن بلش يحكي العنوان واضح 150,000. الان موجود 40 فيش مشكله، ما هو بيعرف كمان يومين بتكملهم عادي جدا. الان انت بدك تقاضيني على حقي اللي موجود شاهر ناهر وهو اشبه بالعمد في قتل الولد. لحظه صغيره انا بقول لك ابو علي ما تحكي كلمه وتدير ظهرك. انت بتعرف انا بحبش المزح معي، انا فيش معي مزح لو سمحت ابو علي، انا بحبش المزح معي. تقولش عند القاضي الشرع، انا عم بقول لك انت بدك تقاضيني على حقي في قضيه فيها اشبه بالعمد القتل ويرتقي الى العمد. اذا انا حقي شاهر ناهر مبين، فبالتالي ما تجزئ لي حقي تروح انا وياك نتقاضى عليه ماشي. اذا انت مش عارف انه كان الزلمه ماشي بسرعه 50 ولا 60 والمفروض غادي يمشي بسرعه ال10، فبالتالي طلعت ورا السيارة ال10 متر ويرجع كمان 10 متر، هي كانت أشبه بالعمد. لو ضل مكمل ودعس 10 واوعى تفكر أنا مبسوط في هذا الموقف. أتمنى من الله لو كان حادث سير عادي، ولا بكلفكم والله غير عن مقبرة تشربوا قهوة وتروحوا مع السلامة. يا أبو الحسن اتغمضش عينيك، 150,000 دينار فهمت علي؟ هل انت بتربط علم معاهم، معك 40 بدك تعطينا اياهم، بدك اسبوع 10 ايام حياك الله. غير الكلام هذا تحكيش معي عشان نكمل الطابق الثاني. احكي كلامي لك ابو الحسن، انت قائد الجهه. ابو علي مستعجلين. ما تستعجلش يا ابو علي، ما تستعجلش يا رجال. هذول 40 هاي عطف 40 هاي 5 هاي كمان خلي مشوار واحد شويه هيك هيك صار 51 حقي اوضحت عليه الشارع. نعم صحيح حقك. حق مشروع. في العشائر وفي ممشى الناس وفي الإصلاح بين الناس. وإحنا مهما رحنا واجينا بنتشرف إن نكون طلاب في مدرستك يا أخونا يا أبو عماد. ولكن يا إخوان لباس الثوب أيضا لسانه مطلوق وله الحق أن يتكلم في إنه يوضح على إيش هو ماشي وعلى إيش هو جاي وعلى إيش هو لبس ثوب الناس. إحنا يا إخوان حتى نكون في أمر الله وأمر رسول الله ما بزبط ناخذ اللي بدنا إياه. الله من فوق 7 سماوات قال ويل للمصلين. ربنا من فوق 7 سماوات قال ويل للمصلين. احنا بنصلي في الجوامع ومنوقف لوجه الله ومنصلي. ليش؟ لأنه عرفنا نكمل الآية ونقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. احنا يا إخواننا حتى نكمل الآية كاملة، حتى يكون كلامنا كامل ويكون واضح وما يكون مجزوع. احنا كل الحدث كاملا من أول دقيقة من لما طلع ابن السلوادي من باب دار أبوه شغل سيارته لغاية ما أجيتك هنا على العطوة حتى إني أكرم خاطرك وحتى إني أقوم بواجبي وأعطيك الواجب اللي لازم تأخذه مني. إحنا الحدث اللي منا نعرضه على شرع رسول الله وعلى شرع الله وشرع رسول الله هو حدث بلش بأول شغل فيها السيارة حتى هذه اللحظة اللي قعدنا فيها على هذه الكراسي وخرجنا من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئناكم مشيا بأقدامنا حتى نؤدي الواجب كاملا. إخواننا يجب أن تكون الصورة واضحة ويجب أن تكون الرسالة واضحة حتى نكون قد اتقينا الله. أنا يا إخوان لا أبرأ أني أقول لنفسي بداية
وأقول لك يا أخوي أبو همام ويا أخوي حج عبد ويا أخوي أبو عادل ولكل إخواننا اللي رافقونا، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو لن يتغير حالنا حتى إن نرضخ نذعن بما قال الله وقال رسوله. جزاكم الله خير. اللهم اجعلنا من المتقين. ابو ايش يا خال؟ ابو يحيى صلى على النبي. والله انا مشتهيك من اول امبارح. والله لو عندي انتصار للنفس كان رفعت التليفون وحكيت معك كلام كان لازم تسمع. انت اللي حطيت على التوك توك مش هيك؟ كلامك كان معسل ماشي؟ ودير بالك انا بنقح الكلمات تنقيح، والكلمات اللي انت حكيتها لو انا بدي اراجعك فيها ماشي ممكن تقلب ثوره. انا حاولت امسك اعليان اللي بنزل على تيك توك، مشان انت كيف تنزل كل واحد بيجي بده يعرض والله يقول عن اكس ولا عن صاد من الناس كذا وكذا، فهمت علي؟ وتنزل برامج للناس. اهلا وسهلا فيك، بس انت برضه من الناس اللي بتتراجع في كلامك. لما انت بتقول انا شو بتقر الجاهه، وقلت لك انا شو بقر الشرع. اذا الشرع بقول يا حجازي امسح ايدك بالحيط، تاكد تمام احنا بنكون راضيين فيه وبنسلم تسليمه ماشي. واذا بقول بدك تاخذ منه ترك مصاري للسلوادي بناخذ ترك مصاري. واضح شو بحكي؟ الشرع احنا واضح، احنا مش زي ابو الحسن بنقول الا ممنوع تقدموا حجه انتم ماشي، ان الحجه تبعتنا بس بدنا نحطها من عندنا بس. هذا ابو الحسن بقول. يا ابو الحسن انت قعدت هون لسان حال، كمل علمك واعطيني باقي مصرياتي ال 100 و 150 عشان اكمل معك العرض. الحج عبد اخذ كيف؟ الحج عبد اخذ السماعه منه. اصلا انا استاذنت من الحج عبد اني احكي. اخونا الحج عبد اخونا وكبيرنا وحبيبنا وهو على راسنا. تفضل يا حج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحدث جلل، واللي صار مصيبه وكارثه، وبتزيد الحده في شهر رمضان المبارك، وبيحتدوا الناس اكثر من اللازم، وبصير العصبيه والحكي بيزيد ما بنقص. على ما اظن احنا جالسين في هذه الجلسه لحتى نتفق وما نختلف، وفي عوايد واعراف في البلد الكل ماشي عليها. بالنسبه للجاهه اهلا وسهلا بالجاهه. بالنسبه للكفيل، الكفيل اللحظه اللي بحس حاله فيها إن ظلم من حقه إنه يرفع صوته ويشكو عن الظلم اللي أصابه. لكن طالما إنه الكفيل لحتى اللحظة رمح مسنود، اللي بترضى فيه الجاهة بده يرضاه. الجاهة المقبلين والمستقبلين متفقين انه هذه القضية تحديدا سقفها الشرع. شو بيفصل الشرع في هذه القضية، سواء من مسمى، سواء من تفاصيل ذكرت او لم تذكر، وبالتالي شو بفصل في هدية. هذا الكلام كله مكفول في وجه الكفيل، وما فيش لا مختلف عليه المقبل ولا المستقبل. الجزء الثاني انه اي جزء انت بتدفعه طالما انك انت اقريت بشكل مبدئي باللي حصل وانت جاهز تقعد تحصق في الشرع، معناته انت في عندك اقرار والتزام انه انت شو بفرض الشرع بدك تنفذ، واللي انت بتحطه اليوم يعتبر بكل الاحوال جزء من الحكم الشرعي لما يصدر مستقبلا. الآن حجازي طلب 150 وعنده قناعة إنه هذا الحادث بتصوره بمفهوميته وبتحليله للواقع اللي كان حاصل على الأرض وعلى الساحة بوجهة نظره. طبعا الحجازي يرقى الحادث إلى القتل العمد، نحترم وجهة نظره ومن حقه. الآن أنت رسول، ورسول سلام، رسول تقرب مسرة وتبعد مضرة، رسول توصل رسالة بتقوى الله.
والرسالة اللي انت بدك توصلها سقفها واطارها الشرع اللي احنا متفقين عليه اصلا. لذلك انا بقول انه احنا ما بيننا اختلاف لا بين مقبلين ولا مستقبلين. نسأل الله في هذه اللحظات انه ربنا يرحم الفقيد وانه يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، ونخرج من هذه العطوة وتكون هذه العطوة برجالاتها بكلماتها رسالة واضحة لكل الجيل الجديد انه هكذا احنا في القدس في ظل الظروف الصعبة نتعامل مع قضايانا الجوهرية والحساسة. السؤال اللي بيظل موجود، الخلاف اللي بيظل موجود، ابو همام طلب 150 معك منهم 50 مقبولات، ال100 الثانيات خذ سقف زمني لحتى انت اتأم منهم وبيسر بدون عسر. واهلا وسهلا فيك. واضح ولا فيه يعني لازم يدفع 150. انا اللي حكيته بترجع بدهم كثير بدهم كثير. وانا بستحمل لما بدي اجاوبك يا محمد. الله يرحم والدك. ابو حسن تسرج من مسؤوليتك معي، ماشي؟ مسؤوليتك ال 150 بتقعد انت للناس بتاخذ ال 150 تاخذ 150. والله في واحد بستناه اخذ 240، في واحد اخذ 240 بستناه مشان لما يقعد موقفك يحط 240. ماشي؟ ما يصيرش لما تقعد تستقبل شيء بتقول لما بتقول شيء. واضحه؟ كمل ال 150 عشان تمشي الامور. يعني الضحية مين بده يكون في هذا يا اخوان والله احنا متفقين كل قضية قتل بنحمل 150,000 دينار، سواء انت كنت مقبل ومستقبل. هذا اللي اذا سمحت يا عمي، هذا المتفقين معاه احنا. والسبر الاخير اللي صار وين في قضية قتل الجهة تحمل 150,000 دينار. صحيح. معلش يا عم ابو همام، انا استقبلتك من نقطة صفر في محمد علي وعشرات الجلسات ما استنفرتش بالدقائق الاولى انا، ومع انه كان في ضغوطات وقضية القتل غادة بتختلف، بس بجوز عشان انا كنت هين ولين وسهل ومشيت هان وهان 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 عشان بدنا نمشي للخير وللبلد. مش انا كنت اعتقد انه كنت انا ايجابي معك وانت كنت تبتسم، مش انا. لما انت كل ما تقول لي انت تفرد اسنانك الحلوات وتبتسم، تقول لي بتمزح، بقول لك لا. يعني فبعد 3 اشهر واحنا مش مخلصين، انا مش مستنفر، اكلنا انا وياك وابو العبد والشباب ومبسوطين وما في زعل. فانت لا سمح الله تحطني في راسك لا ما صدقت انا، وعلاقتي معك تصير حلوه يا عم ابو همام. ومنيح اللي حسن، وين حسن ابني اللي بتطلق تقول لي حسن احسن منك واتحملك، تقول لي انا بحب حسن. يعني احنا بدنا بنحبك وبدنا نناسبك كمان. الله يرضى عليك، شدش علي. الله يرضى عليك يا إخوان صدقا احنا ما من شخص امور، ما من شخص امور وباستمرار المسافة بتكون وحدة مع كل رجال الإصلاح، لأنه احنا نعلم علم اليقين إنه هجرتهم لله وفازعين للخير مش للشر. رقم 1. رقم 2، أنا بترجى الجميع إنه في هذا المجال وفي هذه الجلسة ما نقيس حدث بحدث، ما نقيس موقف بموقف، ما بدنا نقول فلان اخذ وفلان اعطى وفلان سوى وفلان عمل، لانه ممكن كلامنا يكون في حساسيه لجهه من الجهات. فرجاء احنا بصدد حدث امير حجازي وانتوا اهلا وسهلا فيكم. مطلبنا للسما العالي، انتوا بشطار تركوا نزلوا وحطوه على الارض. احنا مطلبنا 150
وهدول ما في منهم تنازل، وصلنا 50 بضل 100. قديش بدكم وقت لل100 تأمنوهم؟ هذا اللي يحكوا فيه. وحياكم الله. عمي ابو همام والحق للجميع. عمي ابو همام الله يخلي لي اياك انت والجميع. بدنا نجيب لشهرين. اول شهر 50,000 دينار نوزعهم على شكين وترضانا بال100,000 دينار كله للشرع مقبول. وجرأتني احكي معك لان انا بخاف انت وزنك ثقيل والاندرتيكر. فانا لما انت ابتسمت شجعتني اقول برضاي عليك برحمة هالطفل تقبلنا ب100,000 دينار واصل 50 ونكتبهم على شكين شهر، والشهر اللي بعديه المبلغ ونروح على الشهر ومنوقع لك انت على الشهر كيف بدك. احنا بنرضى بامانتك. تقول انت الشيخ عبد الله تحطني براسك، لا انا غاد والله الوضع مختلف وانت عارف انه هذاك الولد غير عن جيرانك اللي هان. خلينا احنا يا ابو همام نكون بخاطر بعض وبدناش نخرج ولا جاي اتبارى معك. انا مش قدك يا عمي. ها الله يخليك. هاي كمان 50,000 دينار شهر. اول شهر نص المبلغ والشهر الثاني بنوقع لك احنا عصق القرار اللي بيصدر منك ومن ابو نظم غيث بدنا نلتزم فيه برضاي عليك. برضاي عليك. انا 3 اشهر ما استنفرتش عليك لولا السفهاء اللي استنفروا على الحج داوود الزير واللي انا مش راضي عنه. وانا بعديها بوست ايدك، وقبل اسبوع قبل رمضان بيوم بوست راسك وايدك، وانا قلت بدي اكرمك لانك اشهد بالله انت وابو العبد غيث تعبتوا تعب. هي قضية من الآخر، فأنا مقدر لك هذا الشيء. الله هيا أبو العبد. هو تعال أنت خايف تحكي من أبو نظمي، بس أنت وياه وأبو نظمي وجاه عشان أنا أعطي واقف. أنت بتحكي إنه الحدث فيه شبه عم وأنا معك، مش قتل عم. بدك تكون اقل بال150,000. الله يرضى الشكين اللي قلت عليهم شو بدك تسوي فيهم؟ شهر لشهر نص المبلغ. لا شهر لشهر بعد العيد نص 50 وبعديه بشهر يعني شهرين. على شهرين يصل المبلغ 25 30 4. ايوه و25 30 5. بارك الله. هي خلصنا على 100. يغلب عليك. صبرك. بتسوي كمان شكي ب50 عشان مش راح تخرج عطوه غير عن 150. الشك هذا لا يا عم ما عندك كثير. واضحه. اهلا وسهلا فيك. عندي بحكي انا. الفترة هاي تنشط الإجراءات الشرعية مع القانون. ان شاء الله ان شاء الله. الشغله الثانيه والثالثه يا رب. بالنسبه للسلوادي اخونا اللي ساكن في قاع الشارع هذا تطلع من المنطقه. ليش؟ هم الاثنين الاخوه اللي في اخر الشارع. اللي قبال ابن عمنا ابو عادل قباله الصور بالصور. اذا ابنه مش مشارك هو بسكن على راسنا. ماشي؟ ليش؟ اذا ابنه مش مشارك بس اللي شاركوا الزعران اللي طخوا رموا كنابل ماشي؟ هذول ما يضلوا هم شهاد مشان. ليش؟ كل يوم بالتالي في الشارع مدخل بدون مخرج وبنحكي فيهم ان شاء الله بعد سنه. ماشي؟ كيف؟ صبرك. انت كل مره بحكي انت بتقول لي على تهمه دار الجردات. صلي على الرسول. اللهم انا اللي اجريتهم من غاد اجري اللي من نفس الحدث هان يا ابو همام. الله يخليك ما صدقت. انا علاقتي معك تصير حلوه. اللي انا تعاملت مع غاد مع جردات. شو سويت انا؟ اتعامل معي هذول الاثنين اللي كانوا بالسياره. احنا بدنا نجريهم يا حبيبي. عنهم بحكي انا. عنهم بحكي. يغلب عليك. من غير اهلهم. انا بحكي من غير عدة اهلهم. انا بحكي على صلوا على النبي يا اخوان. ما عليك ذوق يا عم ابو عمام. صلوا على النبي. دائما فهمت علي؟ بيطلع القاتل هو وعائلته، هو واهله، ابوه الولد اللي شريك اللي كان بالسياره هو شريك في القتل.
ماشي؟ يعني الشابين الشابين ما فيش غيرهم بس الشباب التنين. لا ابو بس احنا توضيح نسال ابو سند حبيبي انت بلاش نسوي هيك ماشي؟ فيش فيها هيك اصلا توضيح وافضل افضل بس انا عم بتناقشوا في قضية مين يجلي اللي هم الشابين، ولكن الاختلاف انه الشابين مع عائلاتهم ولا الشابين لحالهم اللي كانوا بالسيارة. الثعران اللي طخوا من فوق الدار 6 رصاصات وضربوا 3 كنابل ماشي، هذول ما لهمش وجود في الدار، ما لهم وجود، واضحة؟ الزلمة المحترم اللي من حد مصاري الحدث ماشي، لم اغراضه وطلع هذا الزلمه المحترم معزة ابن عمي على طول ابو عادل ماشي، هذا الزلمه اخونا وحبيبنا وجارنا وعلى راسنا هو، والكره 9 ماشي، وسلواد على راسنا ودير جرير وطيبه وعين برود ماشي، كل هذول الناس على راسنا وهذول اهلنا ماشي، واحنا لا يمكن يكون في ظلم مع اي انسان كان، لانك انت يا مجرم انت يا ابو الحسن انت قلت لي هي الورقه فاضيه سوي اللي بدك اياه، هذا حق الله، هذا حق الله، اللي بمرق من غاد بده يكون مسوي مع ابني هيك، فهمت علي؟ كل لحظه بتجيني بدي افون واقول على اهلا وسهلا فيكم، فيش قهوه لكم، اذا بتشرفونا على الغداء مرحبا بكم، يتمر على الفطور اهلا وسهلا فيكم. بس طلبين كمان، اعطينا لسنه وسمينا كفيل المنع. كفيل المنع انا بسلم. صلوا على النبي لحظه صغيره يا عمي. اعطيه الميكروفون يا ابو علي، اعطيه خلينا نسمع الصوت شو بقول. اعطينا ورقه لحظه صلي على النبي لحظه الله محمد الدور يا عم ابو عمام هذول انا كنت متوقع تعطيه هيك على مواقع التواصل بشكل عام مش عشان اعطينا ورقه بيضاء. انت بتأيد علي الامان اسمع، هات السلوادي قبل ما يطلع اول شيء، الله يمسيكم بالخير. جار حبيب عزيز قبل ما صار الحديث نزل على الحارك، نزل على الحارك ابن فادي ابن عمه، هو لا يعلم مع مين كمان، لا يعلم مع مين، صار اللي صار. رحنا على المستشفى لما دري انه الطفل اتوفى، حمل اواعيه وطلع، بس ما بعد هذا الاشي اجتنا رساله انه ابنه كاين تحت بطاقه الي عليه انا صلي على النبي، صلي على النبي، الشباب بيطلع من الدار انت بقى يطلع يا زلمه. ايش حكينا؟ انا بكلامي واضح، انا كلامي واضح يا عمي. ما هو صلي على النبي، انا ما اعطيك الكفن يا زلمه، انت ما تاخذ الهادي، انا بدي اريح اولادي كمان يا عمي الله يرضى عليك. انا الي على فادي السلوادي يمين ثلاثة سكوك، انا بجيب لك اياه فادي السلوادي اخ عزيز انا بقول لك اياه. الله يرضى عليك، انا بدي اريح اولادي. كما نعلم انه عائلة حجازي عائلة عريقة، وبرضه عائلة السلوادي عائلة عريقة، وهم بالاصل جيران واخوة، ونسأل الله انه ربنا عز وجل يصلح الحال ما بينهم يا الله. والكل يسمع هذا الكلام. نعم، من هنا يعني تقريبا انتهت العطوية على 150,000 دينار. 50,000 دينار اندفعوا الآن، و50,000 دينار على شهرين، 25,000 دينار ل 30 4 و25,000 دينار ل 30 5، وأيضا 50,000 دينار هذول بنحطوا تأمين عندهم حتى يطلع القرار الحكم الشرعي. ونسأل الله الصلاح والألفة ما بين العائلات المقدسية وكل فلسطين وكل مسلم يا رب العالمين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حمزة المغربي أبو الرائد من منبر القدس يا جماعة. كان معكم حمزة المغربي أبو الرائد من منبر القدس الأحرار مع انتهاء العطوة لمدة سنة، وأيضا أحيلت للتحكيم الشرعي.